عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا كنت باسلق باذنجان يا جماعة علشان أحشيه والّا كده وأعمله إيه كده سليم. طبعًا الحمد لله انهرى مني وما خدتش بالي، فأنا هاحوّله لحاجة تانية مش هنرميه. يالّا مع بعض معلقة هريسة شطة باردة حامية زي ما أنتِ عاوزاها، نُص ليمونة زي ما أنتم شايفين كده. هنحوّله لحاجة تانية خالص مفيدة، ومش هنرمي أي حاجة إن شاء الله. مش معنى إن إحنا بوّظناه إن إحنا هنسيبه كده لأ. معايا إيه تاني، شوية آه، شطة خضرا، معلقة خل، لأن أنا طبعًا مش هارمي أي حاجة. وهنبدأ مع بعض كده. أنا ما حطيتش أي ملح ولا حاجة لأن الشطة الهريسة ديّة فيها ملح، وهنبدأ نحوّلها لحاجة تانية خالص ومش هنرميها ولا هنخسر أي حاجة. محتاجة شوية ملح، حطيت لها شوية ملح زي ما أنتم شايفين. حوّلنا الطبق لطبق تاني خالص جميل أوي، أوي، هيعجبكم إن شاء الله. نسيت أقول لكم إن أنا هاحط شوية زيت كده بالشكل ده كده، وهاوريكم الفينش الأخير للطبق إن شاء الله. حوّلنا الباذنجان البايظ يا جماعة لطبق مفيد جدًا ومش هنرميه، والله جرّبيه طعمه خطير، خطير، خطير. أدي الباذنجان المسلوق اللي إحنا كنا هنحشيه بالشطة وبالتوابل بتاعته، طلع طبق تحفة وهيعجبك إن شاء الله. مش هنرمي أي حاجة. هو طبعًا استوى مني زيادة عن اللزوم، زاد في السوا أوي، أوي، ما نفعش، فأنا حوّلته لحاجة تانية خالص مفيدة، إن شاء الله يعجبكم.